المشاعر الجياشة بتاعت المصريين دي ما تنفعش في أمريكا خالص. هتلاقي نفسك يا في الشارع، يا في السجن، يا مترحل. لازم الواحد يحط قلبه في صندوق ويرمي المفتاح في أقذر بلاعة. أنا آسفة بجد. أنا مش بتكلم عن مشاعر الجياشة بتاعت فلان قال لي اسم أمك ايه واتخانقت معاه، ولا صاحبتي قالت لي، ولا استزاحمي قال لي، والجو التافه ده خالص. أنا بتكلم عن real life events. بعد الشر حد من أهلي مات. بعد الشر حد من ولادي في المستشفى وعندهم حاجة قوية. خسرت فلوسي كلها. خسرت شغلي وانا رب الأسرة. آه حاجات crisis. كلمة crisis غير كلمة تفاهات. ايه سامع ازاي؟ هتلاقي نفسك لو مارست الحزن فترة طويلة شوية او اكتئبت شوية، واللي هو جريف على موت حد شوية طولت سنة في الزعل. ما يلا، مفيش شغل، احنا عايزين حد مركز. فلان استفزك فايدك ولا لسانك طولوا على السجن، وساعتها ممكن لو انت امريكي بقى الريكوردز بتاعتك هتبقى انت عندك كده متعلم عليك يعني، بس بمعنى يعني. ف good luck بقى finding a decent job، و good luck ان انت تدرس دراسات عليا ولا تدرس حتى في الجامعة. اوكي، لو طبعا مش امريكي يبقى ايه، على بلدك يا معلم. so it's انا معرفش الناس اللي هنا يعني بيعملوها ازاي. يمكن التركيبة، يمكن الدم، بس انا دمي حامي ومصرية وشعري جياشة للأسف. وخسرت كتير بسبب الموضوع ده. انا عمالة افتكر ايام لما جدتي ماتت، ولا لما صاحبتي بجد طبت على دراعي كده، اللي هو كن فيكون، بتتكلم معايا فوقعت على دراعي ماتت بعد 60 ثانية، من غير اي حاجة بقى خالص، ولا مرض ولا زعل ولا اي حاجة، كن فيكون رسمي. طبعا دي المفروض صدمة لأي بني ادم طبيعي يعني. ولا معرفش حد من قرايبي كان عنده سرطان، ولا معرفش خسرت 250 ألف معرفش كل الصدمات اللي الواحد عمال ياخدها وايه، وعلى مدار الشهور مش على مدار السنين، كل كام شهر صدمة، مش كل كام شهر صدمة، مش التفاهات الصغننة اللي فلان وفلانة وايه يا ريت يا ريت يكون دي تفاهتي ولا مشاكلي في الحياة. المهم لما جات لي الصدمات دي وزعلت فيها زيادة عن اللزوم، كنت برجع خطوات كتيرة ورا. so as of today، النهاردة ايه، حاجة ابريل، I promise myself ان انا احط قلبي في بلاعة كده وافصل. وللأسف الشديد it's like I was put to a test this morning. افتح عيني قبل ما الكلوك تبقى وقت ان انا اصحى، على اختي بنتها في المستشفى. ودي بقى بنتي يعني جدر بتاعت، طبعا انا no I can't، انا لازم اروح لها. ودي في بلد تانية على بعد ساعة قبل ما اروح، وبلبس وترافيك والكلام ده كله يبقى 3 ساعات. ايه بقى، انا مش هقدر اروح الشغل، وان الشغل اكل عيش ومحتاجاه ومهم، ويعني الحياة كلها هي الشغل. قبل بقى الحب والجواز والجو بتاع المصريين ده خالص. سيب المشاعر في بلاعة. اوكي، بس مش هروح لهم الشغل وانا شايله على كتافي قلقي وحزني وخوفي وعياطي والكلام ده كله على البنوته اللي لسه عندها 2 سنين ونص. I can't do that. I have to wear a Barbie، اعمل نفسي باربي الحلوه ال presentable يعني، عشان الشكل النظيف بيه مهم. انتوا في مصر طبعا معلمين في الحاجات دي. and wear my smile you know يعني مالكوش دعوه باي حاجه. enthusiasm، how you doing good how are you how's your day yeah مش عارفه ايه، ونتكلم و positive energy. ملهمش اي دعوه باي مشكله حصلت. ما اسرحش، ما ازعلش، ما تنيلش منيله خالص. اخلص ال9 ساعات دول ولا whatever hours I'm working، روحي بقى ايه، اخبطي دماغك في الحيطه، عيطي. معرفش انتوا بتسلوا بلدكوا ايه في الثيرابي يعني. اللي بيصلي، ولا اللي بيتشقلب في ازايز، ولا اللي بيتشقلب في جامع، ولا بيتشقلب في معبد. I don't care what you do. That's what they tell you في الشغل او في الكارير او في لو عايز تنجح في I don't care what you wanna do. انت في الساعات اللي انت فيها دي بتعمل مفروض انتاج تبقى مركز فيه.
مشاعرك وقلبك وعواطفك وكل الحاجات دي على جنب. So good luck for me. And maybe if you apply this وانت في مصر حاولت تفصل وتركز I promise you. كذا انا حاولتها جربتها كام شهر بس لولا ان في مشاكل تانية ما طولتش يعني. بس ممكن ارجع واعمل نفس التجربة واعمل موضوع ان انا ايه ده هركز، ومهما الدراما ومهما عملوا ومهما قالوا ومهما حوروا برضو هركز. I promise you're gonna get a little more result than than what you're getting right now. Let's see how I do it. ربنا يستر وما اصحاش الصبح وعندي انهيار عصبي من اللي بيحصل اليومين دول. السلام عليكم.